معكم السلام عليكم. معكم جميلة البدر، رئيس جمعية البدر للثقافة والتنمية المستدامة والمستفيدة من مشروع أوراش اللي دفعنا فيه مشروع ديال صيانة حديقة الأمير مولاي الحسن اللي كانت معروفة بالمدن المتوأمة، واللي هي البارك اللي هو معلمة كبيرة ومعلمة تقريبا ماشي غير محلية وإنما معلمة وطنية تزورها المواطنون والسياح من داخل وخارج المغرب ومن داخل المحمدية وخارج المحمدية. بالنسبة لنا احنا الحمد لله هذا الورش كنشكر بعد أولا مجلس العمالة، تنشكر اللجنة اللي وضعت الثقة ديالها في هذه الجمعية وفي أنا الرئيسة ديال الجمعية. ووعدتهم أنني غادي نبذل واحد المجهود اللي هو يعني كبير باش نرجع هذه الحديقة الجمالية ديالها ونحاول عليها وزعما نقوم بالصيانة ديالها. والحمد لله دابا داز واحد شهرين تقريبا وحنا خدامين ليل نهار تقريبا، حيت كاين واحد الفريق ديال الحراسه اللي تيجي تنسالي وحنا مع 3:30 ولا 4 تيجي واحد دايره جروب ديال الحراسه، حيت ما كاينش حراسه هنا. وكتعرفوا دابا حنا واخا كنقوموا بالتنظيف الصباح وبالغرس وبالهذا يعني داك العمليه ديال التنقيه ديال الغازو، كيجيو بعض المواطنين الله يسامحهم والله يهديهم تيخربوا داكشي اللي درنا حنا في بنهار. لذلك علاش انايا درت واحد الجروب، واحد المجموعه من المستفيدين من اوراش، درنا خليناهم خاصين بالحراسه ديال الحديقه، وخاصه السبت والحد. كتعرفوا بان الناس تيخرجوا السبت والحد تيجيو هنا للبارك، ملي تندويو معاهم تنقولوا لهم حنا ماشي تنقوموا غير بالصيانه ديال الحديقه، حنا ولينا تنقوموا بواحد العمل اللي هو كبير، اللي هو التحسيس ديال المواطنين والتوعيه ديالهم باش يحافظوا على هذا العشب وباش يحافظوا على هذه الجماليه ديال هذا البارك. ملي تنجيو تنهضروا معاهم تيقول لك حنا راه 10 سنين هذه وحنا تنجلسوا فوق هذا العشب، ولادنا تيلعبوا فوق منه الكره. كنقول لهم راه حيت نتوما كتجلسوا فيه 10 سنين داكشي علاش هو تخرب بحال هكا، راه سي نورمال غيتخرب 10 سنين وانتم كتجلسوا وما تياخذكمش خاطركم على هذه الحديقه، وما تقولوش هذا العشب راه ما مخلوقش باش نجلسوا فوق منه ونحطوا فوق منه الاكل والمشروبات والصواني والحصير والبطانيات والكراسه واللعب الكره. يعني دابا الناس اش كيحسب لهم؟ كيحسب لهم هذا البارك بحال الغابه شكل والبارك شكل. الغابه راه ديك راه متنزه كبير، سيروا بصحتكم، اللي بغى يلعب يلعب، اللي بغى ينعس فوق منها، اللي بغى يطيب الطاجين. من البارك راه بقى لهم غير راه كيجيبوا حتى البوطاغاز. راه داك العام في الصيف راه دابا السيد القائد تصور السيد القائد ديال هاد الدائره والاعوان ديال السلطه والشيخ المقدمين اللي معاه، اقسم لك بالله الا الجوج اللي لقيتهم هنا كيجريو على الناس من فوق الغازو بالماء، كيخويو الماء بالتيو باش الناس يخويو البارك. يعني هذا البارك راه وصل لواحد الحاله، لقينا واحد التسيب وجاي التسيب دابا جاي الصيف. يعني حنا ملي غادي نساليو هاد الاوراش السؤال مطروح، وهذا الشيء اللي صوبنا حنا ومازال غنصوبوا، لان كاينين جهات اللي غادا ان شاء الله غتدخل معنا بحال ارباب المقاهي، بعض الشركات اللي وعدتنا بحال الجروب ديال الفضل، بحال الجروب ديال سي العلالي، بحال كتبيه ربما حتى هي تدخل على الخط، وليدك حتى هي جابت لنا الصباغه وغادا تغير المصابيح الكهربائيه، لان في الليل كاينه تقريبا واحد الاناره باهته ما كتبين حتى شي حاجه، وكاين مشكل ديال الكلاب الضاله. يعني واحد المشاكل كبيره كبيره كبيره. كاين مشكل ديال البومبه ديال البير ما كايناش باش نسقيو. يعني العشب ما صايبينش حنا باش نسقيو، واش نسقيو بالماء الشروب وحنا في ازمه الماء؟ ما يمكنش لينا نسقيو الربيع بالماء الشروب وحنا في ازمه خانقه ديال الماء، وحنا خصنا نديرو الترشيد ديال الماء. دابا حنا السؤال المطروح، غنرجعوا للكلام ديالي الاول، السؤال المطروح هو من بعد هاد 4 اشهر ديال الاوراش هاد الحديقه اكيد الا ما كانتش الصيانه ديالها وما كانش السويفي وما كانتش الاستمراريه راه غادا ترجع كيف كانت وكثر. حيت راه بمجرد المواطن ما تيلقاش شي حد اللي يقول ليه حيد من الربيع، راه ماشي غادي يدوز فوق الربيع ولا يجلس فوق منه، راه غادي يطيب فوق منه وغترجع الحليمه لعادتها القديمه. يعني هاد 4 اشهر غادي تضرب لينا حنا في صفر. هاد 4 اشهر الا ما كانش الاستمراريه راه ما غادا كلشي غادي يمشي هباء منثورا. ولذلك من هذا المنبر كناشد
السيد العامل المحترم السيد هشام مدغري اللي كنكون له كل احترام وكل تقدير، وكناشد اللجنه ومجلس العماله السيد الغازي وجميع الاعضاء ديال مجلس العماله باش يزيدونا في هذا الورش ديال حديقه البارك باش نبقاو يعني محافظين عليه. وكذلك حتى هاد الاخوان دابا كناشد يعني المسؤولين على هاد اوراش، على برنامج اوراش، حيت برنامج اوراش ورش حكومي ملكي او ملكي حكومي. يعني هاد الاوراش كنسولهم واش هاد الناس اللي خدموا 4 شهور دابا راه متخوفين انهم غادي يتسالي 4 شهور شنو غيديروا مثلا ولفوا مساكن داك المدخول. يعني بالنسبه لهم غتجيهم شويه صعيبه انهم بعد 4 شهور يمشيو يجلس عاوتاني ويرجع للبطاله او الشوماج كما كنقولوا. كنتمنى التفاته لهاد الفئه اللي هي فرحانه بهاد الخدمه وفرحانين بهاد البرنامج ديال الاوراش، ولكن راهم محتاجين الاستمراريه كما محتاج هاد البارك حتى هو لدوام العنايه ودوام الاعتناء ودوام الصيانه. من المدينة المحمدية. هاد الساحة المتوامة ما تسمى بالبارك كانت لا يتعالى عليها ذات أستاذة زميلة رئيسة جمعية بدر صلحاتها وحيدت منها الأزبال والكلاب الضارة، وزرعت كان النوار حتى هو محيد وزرعت فيها النوار، ودابا صارت تصلح، دابا كتصبغ كتصبغ دابا في الشارع باش يدوزوا الطوموبيلات. كنطلبوا من محمد السادس الله ينصرو من المسؤولين يتدخلوا باش يعاونوا هذه الجمعيه باش هذه الجمعيه تستمر في الخدمه ديالها، وشكرا.